استهل يوم الاثنين فريق موناكو التحضيرات الأولية للموسم المقبل من دون 15 لاعبا دوليا بداية خضوع الأكثرية منهم لمنافسات كأس أوروبا أو إراحة البعض من قبيل الياسبان الصغير الذي سبق وأن جاور الأسود لمدة أسبوع في مباراة زامبيا والكونغو، أي كأسبوع راحة إضافي. وسيعود الأسبوع المقبل إلى التدريب الرسمية مع الفريق الذي سيبدأ سلسلة مباراة ودية في 5 من يوليوز المقبل. يبدو أن ريال مدريد أن يغير قراره أبدا بعدم السماح لأي من لاعبيه بالمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية التي تنطلق شهر يوليو القادم بباريس، بدعوى أنه ملتزم بجولة عالمية وبالإعداد للسوبر أوروبي أمام نادي أتلانتا الإيطالي. وساد الاعتقاد أن ريال مدريد اتخذ هذا القرار بالنسبة للاعبين المشاركين في كأس أوروبا للأمم واللاعبين المشاركين في كوبا أمريكا، وأن الدولي المغربي إبراهيم دياز سيكون استثناء بالنظر إلى أنه غير معني بأي مسابقة قارية، إلا أن إدارة ريال مدريد أغلقت فيما يبدو الباب وعممت القرار على كل اللاعبين ولا تريد أي استثناء. وكان المدرب طارق سكيسي قد أبدى الرغبة لحضور إبراهيم دياز الألعاب الأولمبية، لكن يبدو أن الريال أغلق كل الأبواب. أشاد فيليبي سكولاري مدرب المنتخب البرازيلي السابق بالإنجاز الذي حققه المنتخب المغربي في مونديال قطر حين حقق المرتبة الرابعة. وقال سكولاري في تصريحات: هذه المرة الأولى التي يصل فيها منتخب عربي إلى نصف النهائي ويلعب بشكل جيد جدا. وأضاف: كان منتخب المغرب قويا، وهذا شيء يظهر لجميع عشاق كرة القدم أنه مع وجود لاعبين جيدين وعمل فني ممتاز يمكن الوصول إلى مستويات بعيدة. وختم على العالم العربي أن يفكر بشكل إيجابي بأنه على الطريق الصحيح وسيصل إلى أبعد مما وصل إليه الآن في المستقبل. لم يستطع نادي أولمبياكوس أن يقنع المهاجم أيوب كبي بتمديد تعاقده لفترة أخرى بعدما أثار اهتمام العديد من الأندية، وبعد كل الأخبار التي تتحدث عن تلقيه للعديد من العروض. فالأرقام التي حققها الكعبي خلال الموسم المنتهي والتألق الكبير الذي ظهر به في المسابقة الأوروبية والإنجاز الضخم الذي حققه لليونان بأكملها وليس فقط لأولمبياكوس دفعت العديد من الأندية لتجعله محطة اهتمام كبير وتبدي الرغبة في التعاقد معها. وتؤكد العديد من التقارير العلمية أن أندية من إسبانيا وإنجلترا وفرنسا تريد اللاعب، إضافة إلى أندية سعودية أيضا، وهي الأندية التي يخشاها أولمبياكوس بالتحديد، حيث لن يستطيع الكعبي أن يرفض عروضها المغرية مهما كان. باتت هنا إلياس خماش لاعب فياريال وسليم الجباري يشددان خناق على لاعب رينا الفرنسي إبراهيم صالح قبل شهر من مشاركة المنتخب المغربي لأقل من 23 سنة في أولمبياد باريس 2024. وفي ظل تألق خماش مع الأسود ونيله موافقة من النادي الإسباني للمشاركة في أولمبياد وتقديم جباري أوراق اعتمادي مع الفريق الوطني، ستزيد مهمة صلاح تعقيدا لفرض حضوره ضمن لائحة 18 لاعبا التي سيصاحبها طارق سكيسي للألعاب الأولمبية، ما يؤكد أن مهمة لاعب رين لن تكون سهلة من أجل التواجد في المحفل الأولمبي القادم في ظل منافسة شديدة التي يجدها من عدة لاعبين آخرين من أبناء المهجر. ما زال الغموض يلف مستقبل الدولي المغربي سفيان أمرابط لاعب الفيولا الذي لعب الموسم الماضي معارا لنادي مانشستر يونايتد بعقد يتضمن بند أحقية الشراء، غير أن الأكيد هو أن قائد وسط الميدان لا يرغب في الاستمرار مع الفيولا. وحسب صحيفة مانشستر يونايتد فوريفر المختصة في تغطية مستجدات الشياطين الحمر، فإن اليونايتد يستعد لشراء عقد مرابط بتوصية من المدرب إريك تين هاغ بعد المستوى الكبير الذي بصم عليه اللاعب في آخر مشاركات مع النادي، والتي شفعت لها بنيل ثقة المدرب رغم فترات الفارغ الطويلة التي مر منها في فترات متقطعة من الموسم. وحسب المصدر الذي خصه أمرابط بتصريحات حديثة حول مستقبله، فإن اليونايتد يتجه لتوقيع عقد مع أمرابط ل4 مواسم مع خيار تمديد لموسم إضافي، وأن الصفقة قد يتم الإعلان عنها بداية يوليو المقبل. ومن جهتها كشفت صحيفة كورير ديلو سبور أن نادي الفيولا يفكر في محاولة إقناع أمرابط بصفقة مقايضة ينتقل بموجبها اللاعب المغربي إلى جراس السراي مقابل حصول الفيولا على خدمات اللاعب نيكولو الذي عبر هو الآخر عن رغبته في العودة إلى الدوري الإيطالي. وكان أمرابط قد أشار في أحدث تصريحاته حول مستقبله إلى أنه ما زال لم يحسم بعد في هذا الأمر،
مؤكدا أن خيار البقاء مع اليونايتد يظل قائما. وأنهى أمرابط فترة الإعارة لليونايتد بطريقة مميزة، حيث قدم عروض قوية في مبارياته الأخيرة بعد فترة فراغ عاشها مع الفريق الأحمر، متعلقة بظروف التأقلم وتحفظ الطاقم التقني بقيادة المدرب تين هاغ، حيث شارك في 30 مباراة في مختلف المنافسات من 17 أساسيا. قال الدولي المغربي زكريا بوخلال في معرض حديثه في حوار مصغر على موقع تولوز الفرنسي أنه سعي بالتواجد بتولوز، مضفيا طابع التألق والإصابة التي أعاقته في الحضور في كأس إفريقيا وغيرها من الإجابات، قائلا: أنا أحب تولوز وأشعر أنني بحالة جيدة هناك. يوم المعتاد كلاعب كرة قدم أستيقظ وأذهب إلى مركز التدريب وأتناول وجبة الإفطار وأتدرب مع زملائي في الفريق، ثم أعود إلى المنزل لأخذ قسط من القيلولة، وبعدها أخصص وقتا لتلاوة القرآن. إنني أتقدم بشكل جيد وأنا على وشك الانتهاء من تعلم القرآن. وبخصوص غيابي عن كأس إفريقيا قال: هناك العديد من المغاربة الذين اعتقدوا أن المدرب وليد الركراكي لم يستدعيني للمشاركة في كأس إفريقيا بسبب أدائي الذي لم يكن في المستوى، إلا أن الناس لا يعرفون أنني أصيبت في بداية الموسم، ولهذا السبب لم أتمكن من اللعب في كأس إفريقيا. إصابتي استمرت حوالي 6 أشهر، ومنذ توليت المسؤولية في نهاية الموسم في كل مباراة كنت أقتنص الدقائق حتى أتمكن من بدء المباراة وإنهائها، والآن أنا أستعيد لياقتي. وعن كأس العالم التي خاضها مع الأسود قال: إنه حلم لكل طفل، لكل مشجع لكرة القدم. أنا سعيد للغاية لأنني تمكنت من المشاركة وتسجيل أهداف ومساعدة الفريق، خاصة أنني تعرضت للإصابة قبل يوم واحد من مغادرتي إلى قطر، ومع فريق تولوز وبفضل طبيب الفريق تمكنت من اللعب. كان من المفترض أن تستغرق عملية إعادة التأهيل الخاصة ب6 أسابيع، وتمكنت من استئناف العمل بشكل أسرع من المتوقع بفضلها. وبخصوص الهدف ضد بلجيكا قال: كان أهم شيء في حياتي كلها أنه أعطاني التميز مدى الحياة. أما احتفالي بالثعبان كلما سجلت فهو سر، ولا أستطيع أن أقول المزيد، لا أريد أن أكشف عن أصلها،